حليم حافظ كان بيحب سعاد حسني لكن بطريقته، غيرة ملهاش حدود. كان بيراقب بيتها، وفي أوقات بيبعت السواق بتاعه يعرف مين بيزورها ويجيب له أرقام العربيات اللي واقفة تحت بيتها. وهو أحيانا كان بينزل متخفي في عربية جايبها مخصوص علشان محدش يعرفه، يعدي تحت بيتها يعرف مين عندها من أرقام عربياتهم، وحتى أصدقائها كانوا دايما تحت عينيه. لكن مع كل الحب والغيرة والاهتمام دول، كان عبد الحليم بيعمل ألف حساب للجمهور، وخاصة المعجبات اللي كان متواصل دايما معاهم وبيرد على رسائلهم بنفسه. الأستاذ وجدي الحكيم قال في برنامج ساعة صفا إن عبد الحليم كان تقدمي في كل شيء، في الموسيقى، في الغنى، إلا في الجزء الخاص بالإنسانة اللي بيحبها. ما بيحبش حد يشوفها، بيرجع فجأة لأصله فلاح من الشرقية، وما كانش هيخلي سعاد حسني تكمل في التمثيل ولا حد يشوفها ولا يتكلم معاها. الدليل على ده إنه طول علاقته بيها مرشحهاش في أي عمل فني باستثناء فيلم الخطايا، وبدلها على آخر لحظة بالفنانة نادية لطفي. الأستاذ مفيد فوزي في كتابه الشهير صديقي الموعود بالعذاب قال إن عبد الحليم كان بيحب سعاد وكان بيغير عليها لدرجة الجنون، وكان عايز يعيد ترتيب حياتها. وكانت سعاد بتحب اهتمام عبد الحليم وطريقة حبه ليها. وقال في أحد البرامج الشهيرة: لكن ما شفتش حب ان واحد يصل به الامر انه يجيب ارقام سيارات الحته اللي سهرانه فيها سعاد حسني. واتفق معاه في نفس الرأي الفنان سمير صبري في نفس التصريحات وقال: كان في قصة حب كبيرة جدا وعميقة جدا، وكلها مشاحنات سببها الغيرة الفظيعة اللي كان هو بيغير